بمواقع التواصل ومعرفة ما قال فلان وما قال فلان، أو بالأخبار تشوف الأخبار 4-5 مرات، هذا ضياع وقت، ضياع جهد، ضياع مستقبل، ولا في فائدة. تأخذ بقدر هذه الأشياء، خذ منها بقدر الحاجة، لكن الانسياق وراها ضرر، يعني ضياع حياة، ضياع عمر، ويؤثر عليك. أول ما يؤثر عليك باللا شعور يجيك كآبة جزاء وفاقا، لأنك أنت رحت لشيء ما هو طيب، بيجيك كآبة، وبيجيك ضيق الصدر، وبيجيك عدم أنس في صلاتك، وبيجيك. لذلك لابد من الموازنة فيما تحتاجه من الاتصال بالناس ومعرفة ما لدى الناس. يعني اللي يمشي يروح للتواصل الاجتماعي اليوم مثل اللي الأولين، مثل كل مجلس يروح له، وش عندكم، طلع من ذا البيت، وش عندكم، وش صار، راح البيت، وش مصر. هذا يقولون أول يذمونه، اللي يروح يدور علشان يسمع بس أخبار الناس. وش عليك منهم؟ أنت خذ ما تحتاجه في الحياة، ولا تتطلب هذه المواقع والحسابات لتعرف ماذا قال. ما يخصك أو لا، يعني لا تفرط فيه، تأخذ قليل الذي يجعلك على وعي بمهمتك في الحياة، وألا تكون بعيدا عما تحتاجه في معرفة أحوال الناس.